السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. شوفوا لي هاد البسبوسه بالحامض، كتجي رائعه وكتجي مسقيه من الداخل. تبعوا معايا الطريقه، نبداو على بركه الله. في واحد لوبول غادي ندير 2 بيضات، غادي نزيد عليهم السكر سنيده. المقادير مضبوطه غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون. نضيف عليهم ساشيت الفاني وقشوره الحامض. ندرب كل شيء مزيان غير بالضرب اليدوي. وانا كندرب غادي نعاود لكم واحد القصه. هذا واحد السيد عايش في واحد المدينه لا داعي للذكر ديالها. الحاله الماديه على قد الحال، خدام بعرق كتافو. الخدمه ديالو هي داير كروسه كيبيع العصير، وهو راجل كبير شويه ومن دوك الرجال اللي تقالين وكيهضروا معاك غير بالحكم والاقوال. واحد النهار دايز من حداه واحد الراجل خدام في واحد الشركه، عاطينو الطوموبيل بالشوفور. داز هو يبان ليه العصير، نزل باش ياخدو. هذاك السيد اللي كيبيع العصير تقيل حتى في الخدمه ديالو، يعني ماشي كيزرب ولا شي حاجه، لا بشويه عليه رخاها له. الاخر تعصب بدا كيغوت عليه، واللي كيبيع العصير ما تعصب ما والو، بالعكس كيهضر معاه بابتسامه. عطاه كاس العصير ديالو وهو يكبو في الارض وزده داكشي وزاد. غادي نحبس دابا نكمل لكم من بعد. ندوز للكيكه. هنا ضفت عليها الزيت ودانون ديال الفاني. غادي نعاود نضرب كل شيء مزيان ونكمل لكم. كيف قلت لكم السيد تعصب صافي مشى. هادشي كامل دايرو حيتاش تعطل على واحد الاجتماع. داز واحد شويه الوقت وهو يعاود يرجع عنده. قال ليه كون غير ما زربتش ديك الزربه، درت كسيده ودابا رجعت نشرب كاس العصير ديالي على خاطري. السيد شاف فيه ابتسامه وقال ليه انا ما كنتسرعش نهائيا، حيت السرعه من اعمال الشيطان، وفي الهدوء وفي التعاني كاينه البركه. هنايا زدت 2 كيسان سميده وخماره وحده. غادي نعاود ندربهم ونقول لكم الحكمه من هذه القصه اللي عاودت لكم، هو انكم عمركم تسرعوا في شي حاجه حيت غتلقاو راسكم خليتوها كامله. دونك بشويه عليكم باش ما توقعوا في حتى غلط، والهدوء غيخليكم تاخذوا القرارات الصحيحه. صافي هنايا ساليت. غادي ناخذ المول اللي غندير فيه بسبوسه، دهنته بشويه الزبده ورشيته بالسميده. كبيت الخليط وضروري نقادو من الفوق. غادي ندخلها للفران على درجة الحرارة 180 غير من التحت حتى الطيب، عاد تشعلو الفوق. كتاخد تقريبا واحد 20 دقيقة حتى نص ساعة. من بعد غادي ندوز نصايب معكم باش غنسقيها. خديت عصير نص حامضة، زدت عليه كاس الماء و2 معالق كبار السكر سنيده. صافي هنايا خرجتها من الفران، غادي نسقيها وهي سخونه باش تشرب دغيا. وندوز دابا نصايب الكريمه اللي غندير من فوقها. خديت عصير الحامض، زدت عليه 2 كيسان الحليب ولا كريم باتيسير. الا كانت الحامض غيكون احسن. واخر حاجه قشوره الحامض. نحركهم هكا على البارد، من بعد نديرهم فوق البوطه حتى تحسوا بها عقدت لكم بحال هكا. صافي طفيو عليها. زدت عليها معلقه صغيره د الزبده. ندوز نكب الكريمه ديالي فوق البسبوسه. ناخذ واحد سباتول ونقاد ليها الجناب. نغطيها بفيلم اليمونتير وندخلها للثلاجه واحد 2 ساعات ونخرجها. هنا من مور ما خرجتها زينتها بطريفات ديال الحامض والنعناع. شوفوا كيفاش كتجي في المنظر. اما المذاق راه يا سلام، كتجي مسقيه مزيان من الداخل وهشيشه. نتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. نتلاقاكم فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه اخرى. خليتكم على خير.